واحد اثنين ثلاثة. أنا اليوم في أكبر مهرجان للأطعمة السعودية في مدينة جدة. هذا المهرجان مخصص للأكل السعودي، ورح نتعرف في هذا الفيديو على ثقافة الأكل في السعودية. طبعا هذا المهرجان اسمه مهرجان الوليمة. الوليمة يعني أي أكل يتجمعون له الناس عشان ياكلون ويحتفلون، مثل وليمة العرس. أول ما وصلت للمكان قدموا لي الضيافة، وما تكتمل الضيافة العربية إلا بفنجان من القهوة. المكان ما كان فيه بس أكل، لكن فيه فعاليات متنوعة. أول فعالية رحتها كانت فعالية ورشة صنع الحلويات السعودية، والحلا اللي سويته كان الكليجة من منطقة القصيم. هذه هي المكونات اللي استخدمناها عشان نسوي الكليجة، وهذه هي الوصفة بالعربي وبالإنجليزي. هنا المدربة حطت كل المكونات أو كل المقادير في العجانة، وصبت شوية موية على العجينة. هذا هو شكل العجينة بعد ما انعجنت. كمان المدربة حطت العجينة على الميزان، أخذنا منها بس 30 جرام، وبعدها حطت سكر وكورت العجينة. كورت العجينة يعني سوتها على شكل كورة. والحين جاء دوري أخبص، جاء دوري أجرب. الحين حطينا حلوياتنا أو حطينا الكليجات حقتنا على الصينية، والخطوة الأخيرة قبل لا نحطها في الفرن هي إننا ندهنها بالبيض عشان يعطي لون حلو. أخيرا حطيناها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة، لمدة ربع ساعة. يعطيكم العافية. الله يعافيك. نرجع لك بعد ربع ساعة. ما عاد تسيب الطاقة. يا مرحبا بالمقصب، يا مرحبا باللي حب. اهلا هلا بك ضيفنا، اهلا هلا بك بيننا، اهلا وسهلا. بالنسبة لآداب الأكل، فإحنا ناكل على الأرض، يعني نجلس على الأرض ونتجمع كلنا على سفرة واحدة وناكل باليد اليمين بس. هذا المهرجان يضم مناطق المملكة المختلفة مثل الرياض، عسير، حايل، الشرقية، الباحة، مكة المكرمة، نجران، الحدود الشمالية وغيرها. التراثي بدينا بطبق الباحة اللي هو المثلية،
اللي بالحليب والسكر، وعندنا العريكة الجنوبية. العريكة طبعا متميزة في عسير، وخبز الملة عند أهل الطائف وبني مالك، والفتة مشتركين فيها أغلب أهل الجنوب بالسمن والعسل. حياكم الله. السعودية بلد مرة كبير، وأنا الصراحة ما قد ذقت كل أكلاتنا. بعض الأكل كان جديد علي، لكن أكثر شيء عجبني كانت الكليجة حقة القصيم والكبيبة وجريش حايل. أهلا وسهلا، شرفتونا بالركن العسيري الجنوبي. طبعا هذا القط العسيري هو هذه المرأة الفاضلة تشرح عن فن من الفنون العربية في منطقة عسير جنوب المملكة، وهذا الفن اسمه فن القط العسيري، وهو من الفنون النسائية. كانت النساء زمان في عسير يتفننون في الرسم في بيوتهم. الآن إحنا بنشارك. وهذا هو السدو. السدو هو شغل يدوي قديم كانوا يستخدمونه أهل البادية. البادية يعني الصحراء، وهو عبارة عن خيوط من الصوف أو شعر الماعز أو وبر الإبل، ينسجونها مع بعض ويستخدمونها في أشياء كثير، مثل بيوت الشعر اللي هي الخيمة، الأثاث، وزينة للإبل. والحين صار السدو يستخدم في الموضة، في الشنط والعبايات والفروة وغيرها. مكان الله يسعدك. طيب هنا خبز التنور الجنوبي. خبز التنور الجنوبي. كان فيه مسابقة طبخ انعرضت على التلفزيون، بس ما أعرف مين اللي فاز في نهاية المسابقة. على العموم هذول هم المتسابقين وهم يطبخون، وهذول هم لجنة التحكيم. لجنة التحكيم يعني الأشخاص اللي يختارون الفائز في المسابقة. هذا ليف دلة أنا أسويه من النخل الجوفي. ليف للدلة نفس كذا. أنت جوف؟ أنا الجوف من الجوف. طبعا هذا الليف شغل يدوي أنا أسويه بنفسي من النخل الجوفي من أهل الشمال. يطلع بشكل كذا يعطي شكل جمالي للدلة ويمنع نزول الشوائب والهيل من خشم الدلة. الله يحييكم. في هذا الكشك يبيعون منتجات من مدينة الطائف. كتب للأطفال عن الأكلات الشعبية. كل كتاب يمثل منطقة من المناطق، وهذا الكتاب يخص منطقة الباحة. ورشة لتعليم الفخار. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. أتمنى أنكم استفدتم وتعلمتم كلمات جديدة واستمتعتم زي ما أنا استمتعت. اكتبوا لي في التعليقات إيش هي الأكلات السعودية اللي قد ذقتوها. والآن أترككم مع لقطات من الرقصات الشعبية.
الجو.